السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل كيكة الروان أو كيكة البسبوسة. معايا كيسين بسبوسة، علبتين زبادي، 4 بيضات، كوباية دقيق، كيس بيكنج باودر، 2 فانيليا، نص كوباية زيت. وللشربات معايا كوبايتين سكر وزيهم كوبايتين مية. هعمل الشربات بتاع زجية الروان. معايا كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين ميه، هيغلي معايا وهحشر عليه ليمونه. بعد الشربات ما غلى معايا هنزل عليه بعصيره ليمون. نزلت في الخلاط ب4 بيضات وكيسين فانيليا وعلبتين زبادي ونص كوبايه زيت، وهضربهم كلهم في الخلاط مع بعض. هضرب المكونات كلها في الخلاط. كده المكونات اتضربت معايا كلها في الخلاط. الشربات استوى معايا، هنزل عليه بكيس فانيليا وهطفي عليه النار. معايا كيسين البسبوسه، هنزل عليهم بكوبايه الدقيق وكيس بيكنج باودر، واقلبهم كويس مع بعض. هنزل عليه بالخليط اللي قلبناه اللي ضربناه في الخلاط. اقلب الخليط كله كويس. الخليط هيطلع مظبوط وكويس. قلبت المكونات كلها كويس مع بعض، وده الخليط المظبوط، ده القوام المظبوط ليها. معايا الصينيه دهنتها سمنه وحطيت فيها دقيق، وهنزل عليها بخليط الروان، ده القوام المظبوط ليها. دلوقتي الصينيه جاهزه للفرن، مولع الفرن قبليها ب10 دقايق. طلعت الصينيه من الفرن وخدت نص ساعه في الفرن. دلوقتي هسقيها بالشربات. ده قوام الشربات مظبوط معايا، ولا تقيل ولا خفيف. هي بتشرب الشربات كله. ادي صينيه الروان معانا بعد ما شربت الشربات بتاعها. هقطعها احلى واوفر بكتير من محلات كيكة الروان. بعد ما شربت الشربات قطعتها، شايفين الجمال؟ احلى واوفر بكتير من المحلات ومضمونة.